افهمي بقى يا شيخ، افهمي. طريقتك دي انا عرفت منها، وانا بحذرك. دي اخر مرة هسمح لك تتكلمي معايا بالطريقة دي. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ ضربتني في ظهري وخدعتني 1 و9 شهور، بتضحك عليا ليه؟ هو انا عشان غلطت مرة هتقعدي تحاسبيني طول العمر؟ وهي الخيانة عادية وسهلة للدرجة دي؟ ما قلتش انها سهلة، ما قلتش كده، بس انت متخيلة ان لو البوز والخناق والنكد والتفتيش وغيره هو ده اللي هيحميكي؟ لا يا محمد، الأصول بقى إن أنت اللي تحميني من شر نفسك ونفسي. أنا عارفة إن التصرفات دي هبلة، أنا عارفة والله، بس أنا بحاول طول الوقت إن أنا أطمن نفسي، ببقى خايفة عشان بس أرجع الثقة اللي أنت سرقتها. ما انت مش مداني فرصة، بتحاولي تضغطي عليا بطريقة ما فيش راجل يتحملها. يعني المطلوب إن أنا أقبل خيانتك عادي، صح؟ كل البيوت معرضة لده. ضعفت وانت السبب. نبهني وقول لي لو أنا قصرت. نبهت واتهمتيني اني بتلكك. فتخني؟ لقيت نفسي بره. ده مبرر؟ لا، سبب. انت مفيش فايدة فيك. يا هيا اديني فرصة ارجع الثقة. عمر الحصار والمراقبة وكل اللي بتعمليه ده ما هيجيب نتيجة، صدقيني. بالعكس، انت بترهق نفسك اكتر وده مش في صالحنا. يعني المطلوب مني ايه انا دلوقتي؟ اديني فرصة يا هيا، اديني فرصة ارجع لك الثقة من تاني. صدقيني انا مش عايز اخرب البيت، ولازم تعرفي ان كل اللي بتعمليه ده مش هيجيب نتيجة. بالعكس، كل حاجة بتخافي منها هي اللي هتخرب البيت. اديني فرصة يا هيا، اديني فرصة. انا بحبك وانت عارفة الكلام ده.